في مواجهة السيتيزنز في لقاء يقام هنا على هذا الملعب، ملعب مرسيدس بنز بأتلانتا، الملعب اللي بيتسع لأكثر من 75 ألف متفرج ويشهد إقبال جمهوري كثيف. الزعيم العناوي بيدخل اللقاء على أمل مصالحة جمهوره بعد الهزيمة الثقيلة أمام السيدة العجوز في أول جولة بخماسية نظيفة، بيد أن القرعة يعني لم تكن رحيمة بالزعيم. فالمنافس اليوم مانشستر سيتي اللي بيدخل اللقاء بعد فوز تجاري على وداد الأمة بثنائية نظيفة في اللقاء الافتتاحي. مانشستر سيتي ثاني ترتيب المجموعة بعد السيدة العجوز اليوفي، متصدر الترتيب برصيد 6 نقاط بعد ما فازوا على الوداد بالأربعة منذ ساعات، في حين الزعيم العناوي في المركز الثالث برصيد 0 من النقاط، نفس رصيد الوداد المغربي وإن كان الأخير قد غادر البطولة بالفعل. إذن الصربي فلاديمير إيفيتش يسعى لمصالحة جمهور الزعيم العناوي حتى لو كان الأمر على حساب مانشستر سيتي بقيادة هالاند الأمامنا في الصورة، بينما بيب جوارديولا يأمل أن تكون المواجهة القادمة أمام اليوفي بلا ضغوطات، وبالتالي الحصول على 3 نقاط أمر ملح اليوم للسيتيزنز. لقاء هو الخامس بين الفرق الأوروبية ونظيرها الآسيوية في البطولة حتى اللحظة، والفرق الآسيوية بلا أي انتصار على نظيرتها الأوروبية. لقاءين انتهى بالتعادل، تحديدا الهلال السعودي اللي اكتفى بنقطة أمام رحيمي، لكن فرقت لحظة وفي تسلل من أثيرة. الكرة الثانية عند نونيز، أدي العرضية، جول للسيتي، هدف أول من جوندوجان، هل مقصودة هل قدرا؟ لكن أيا كان مقصودة أم قدرا، جوندوجان يسجل هدف الافتتاح لصالح مانشستر سيتي. قلت لك بتقرب يا شاذلي، والحقيقه انه الكوره يعني سواء مقصوده او لا، لكن الضربه الركنيه لما اتلعبت اللعيبه السيتي اتحركوا صح، جوندوجان بخبرته كده هي مش مقصوده، الكوره دي مش مقصوده، هو كان قاصد انه يعملها كوره عرضيه لكن خدمته وراحت في المرمى غير متوقعه الحقيقه، لكن في النهايه التقدم بهدف نظيف في الدقيقه 9 لمانشستر سيتي على العين الاماراتي. خدعت حارسنا خالد عيسى، كرة الكاي جوندوجان يسجل هدفه ال 16 عام، يعمل عرضية لهولاند، يا ولد تدخل فدائي من امادو نيانج في اللقطة اللي فاتت، تدخل في فدائية. يمينك عبد الكريم، يلا يا نسيب اسمك من اسمي، يا نسيب يا شاذلي، يا ولد حطها له عبد الكريم تراوري الفصل، جول كلاوديو إتشيفري، ويعني الحائط كان شكله في مشكلة. وادي الأرجنتيني صاحب ال 19 عام يسجل ثاني الأهداف لصالح مانشستر سيتي في يعني استغلال أمثل للفرص القليلة اللي أتيحت للاعبي السيتي. لاعبي السيتي بيلعبوا بأقل مجهود، قلت لك قبل الضربة الحرة المباشرة إن الله يكون في عون حارس المرمى، الحقيقة هي اتسددت كان ممكن يتعامل معاها خالد عيسى، لكن يعني ما كانش موفق فيها، هي برضو يعني جايه من سقف المرمى، الحقيقه صعبه جدا. هدف ثاني لمانشستر سيتي. بتعمل ايه يا بارك مع هالاند على الليفل ده صعب جدا اللي عمله الكوري الجنوبي، ومرت برناردو سيلفا، خطيره من مين؟ من كوزانوف ولا مين؟ والله نيكو جونزاليز كاد ان يسجل الهدف الثالث، لكن عارضة البطولة الرسمية للعين في مواجهة العملاق السيتيزنز. وادي هالاند الحمد لله يمينه غير شماله، واتحطت على يمينه، وهالاند لسه لحد اللحظة لم ينجح في تسجيله. خالد الرأسية تطلع على طول، تنزل لآية نوري، الكاونتر اتاك انذار يا غربة. لاعبي السيتي بيقولوا انه في بينالتي وانذار لآية نوري. هجمة واحد، ركز يا خالد، جول هدفه ال 122 منذ ان انضم مع السيتي في لقائه ال 144. وادي فرحة روبن دياش وعمر مرموش، وبالثلاثة السيتي يقسو على العين الاماراتي في وحتى اللحظة استقبل 8 أهداف في ماتش ونصف. يعني الاحصائيات واضحة، فرق المستوى، فرق كواليتي كورة من قارة لقارة ومن تيم لتيم، حاجة منطقية. كنت سألتني عن التبديلات المتوقعة في صفوف العين، في تقديري الشخصي انه في الفراودة اذا حب يغير فلاديمير ايفيتش في الشوط الثاني هيلجأ للابا كوجو، طبعا خبرة، هداف تاريخي للتيم الفريق. نونيز يا ولد استلم ولف، خطيرة ازاي يا رامي انت وبارك، ازاي يخترق
يعني السهم. يلا يا نسيم، يلا يا نسيم، فتح زاويه تسديد، يلا يا نسيم. مش ممكن يا شاذلي، مش ممكن يا شاذلي. كان نفسي يا نسيم، كان نفسي يا نسيم اعلق الشاذلي، علق للشاذلي وهو بيحتفل، لكن نسيم عمل كل حاجه وفك. كره على طول تروح لبرناردو سيلفا. ناوي على ايه برناردو سيلفا؟ حطها لجندوجان، جول الهدف الرابع. برناردو سيلفا يصنع هدفه ال 73 في لقاء 405. قائد السيتي اللي قلت بيب جوارديولا يعني غير البوليسي وغير فكره التصويت لاختيار القائد بعد خروج كيفن دي برويني، يدي قياده لبرناردو سيلفا قائد بحق، يضع كره على طبق لإلكاي جندوجان المنطلق خلف الامام، يتلاعب بامادو نيانج ويحطها لحظه خروج الحارس خالد عيسى. هدف الثاني لإلكاي جندوجان والهدف الرابع لمانشستر سيتي اللي عينه على تقليص فارق ال3 أهداف امام اليوفي. تقلص الفارق الهدفين فقط يا بنوبي. شوف في الاعاده لو كمان تتعاد من قبل كده هتلاقي انه هالاند اتحرك شغل دفاع العين، وجندوجان تحرك رهيب ينتهي بهدف رائع. المساعد الثاني اكرم زرهوني، خطيره عند اوسكار بوب، اوسكار بوب، اوسكار بوب الخامس، اوسكار بوب الخامس. الا اذا يتلاعب رايان شيركي واوسكار بوب بمدافع العين الاماراتي، ثنائي اعصر صاحب قدم يسرى بديعه، ويسجل اوسكار بوب النرويجي في ليله تفوق النرويجيين، يسجل ايرلينج هالاند ويسجل ايضا اوسكار بوب هدف رائع بالقدم اليسرى. الا اذا كان لمحمود عاشور حكم الفار راي اخر. اول اهدافه مع فريق مانشستر سيتي، والله خلينا نقول ثاني اهدافه مع مانشستر سيتي. اوسكار بوب استلم الكرة يراوغ مدافعي العين بشكل جيد داخل المنطقة، وتصحيح للمسار بعد اللي حصل في الموسم الماضي. خطيرة والسادس إيريك شاركي، رايان شاركي يسجل الهدف السادس. رايان شاركي اللاعب القادم من ليون، اللاعب الفرنسي، في ثاني دخول له وثاني مشاركة له مع مانشستر سيتي يسجل سادس الأهداف عشان تبقى مانشستر سيتي عنده 8 أهداف واليوفي أيضا 8 أهداف، لكن اليوفي مسجل 9 تلقى هدف. أدي خالد عيسى، وقلت إن السيتي مش ناقص هدايا، مش ده الفريق اللي تمنحه الهدايا.